السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا النهارده بقى ولا نقلي ولا ندخن ولا نشوي ولا اي حاجه. هنعمل صينيه سمك كده مع بعض، طعمها خطير جدا. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، وكمان سهله جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اقول لكم بقى السمك بتاعنا النهارده سمك بلطي. ليه اسماء تانية في محافظات تانية. تقريبا بيقولوا عليه شبار او حاجه زي كده. المهم ان احنا بنقول عليه البلطي. تمام. نضفت كده كل القشر اللي عليه، وغسلت كده الخياشيم بتاعته غسله حلوه، كمان فتحت بطنه ونضفتها من كل الحاجات اللي بتبقى جواه. تمام. لازم تغسليه كده غسله حلوه، والفتحات ديت مهمه جدا علشان احنا عايزين كده لحم السمك كله يبقى متبل معانا بالتتبيله بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي. ايه هي التتبيله دي؟ راس توم كده حلوه، وعليها 4 5 قرون من الفلفل، حامي بقى او بارد براحتك، وعليهم معلقه كبيره من الملح، وهرستهم كويس قوي في الهون. او عايزه تضربيهم كلهم في الكبه مفيش مشكله. عايزه كمان تستبدلي الفلفل الاخضر ده بفلفل حامي او هريسه شطه لو عندك مفيش اي مشكله. تمام، لو انت بتحبي يعني الحاجه حراقه. تبلنا كده كل السمك بتاعنا، ودخلنا التتبيله كمان في الاجزاء اللي احنا مفتحينها. واهم حاجه التتبيله بتاعتنا دي تكون مملحه شويه علشان السمك يشرب منها. تمام، ما تكونش عدبه. جبت بقى كده خضار، وطبعا كمية الخضار اللي انت عايزاها، وكمان ممكن تزودي اي نوع خضار انت حابة تحطيه. ممكن تحطي بطاطس، جزر، اي نوع خضار انت حباه. جبت كده بصلايه وعليها 3 4 طماطمات، و3 4 قرون من الفلفل او الشطه البارده، ومعلقه من هريسه الشطه اللي احنا تبلنا بيها السمك، وعصير كده ليمونتين كبار. وحطيت عليهم معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الكمون، رشه فلفل اسود بسيطه، رشه شطه. اي توابل حابه تضيفيها، حابة تحطي بقى توابل سمك، بابريكا، اي حاجة تانية براحتك. تمام. هنمسك كده كل المكونات بتاعتنا ونفركها مع بعض في التوابل. اهم حاجة كده تفركي التوابل كويس قوي مع الخضار. تمام. انا هنا كده زودت كمان بطاطساية كبيرة تقريبا، ونزلت كده عليها بنص كمية الخضار، وهوزعها كويس في الصينية. وبعد كده هنحط كده السمك بتاعنا في الصينية. طبعا السمك بنات مدة التسوية بتاعته هتختلف على حسب حجمه. تمام. انا هنا كده رصيت السمك بتاعي، وهنزل بقية الخضار كله. زي ما قلت لكم حابين تزودوا اي نوع خضار، الخضار بيبقى طعمه خطير، طعمه حلو جدا. هننزله كده، ونحاول ان احنا ننزل في الاماكن الفاضية حوالين السمك علشان الخضار يستوي كويس وما يتحرقش معانا لو انت هتدخلي الصينية الفرن. طبعا قبل ما بترصي الخضار بتدوقي الخضار بتاعك بالنسبة للملح، تظبطيه، وتراعي برضو ان احنا حاطين كده من الخلطة بتاعة السمك او التتبيلة بتاعة السمك وفيها ملح. تمام. نزلت كده بعصير ليمونة كبيرة تاني على السمك بتاعنا، و3 4 معالق من الزيت بتاعك ما يلزقش منك، ويكون كده بيلمع وطعمه حلو. بصوا بقى، هتدخليه الفرن. انا مسخنه طبعا الفرن كويس جدا. هتدخلي السمك لحد لما ياخد اللون بتاعه دوت كده، وتتأكدي ان هو استوى والخضار كله استوى. هتجيبي معلقة من الصلصة، عليها معلقة صغيرة من دبس الرمان، ومعلقة زيت، وتقلبيهم كويس مع بعض، وتدهني كده السمك بتاعك. وعايزة اقولك بقى طعم الخلطة دي مع السمك رهيب. هنحشي كده الاجزاء كلها اللي احنا مفتحينها في السمك بالخلطة بتاعتنا دي بتاعت الصلصة ودبس الرمان، وهندخلها تاني الفرن تحت الشواية. ولو مش عايزة السمك بتاعك ياخد وقت في الفرن، اديله كده غلوة على عين البوتاجاز الكبيرة اللي فوق، وبعدين دخليه الفرن، مش هياخد معاكي وقت خالص. شايفين بقى السمك بتاعنا خطير، طعمه فظيع. جربوه وارجعوا اكتبولي بقى في الكومنتات رأيكم ايه. بصوا بقى، هو مدة التسوية بتختلف على حسب حجم السمك. لو السمك بتاعك كبير ممكن ياخد اكتر من ساعة في الفرن، لو برضو السمك بتاعك صغير ممكن ياخد
اقل من الساعة في الفرن. واحنا مش بنغطي الصينية، احنا بنسيب الصينية كده مكشوفة في قلب الفرن علشان السمك بتاعنا يتحمر وياخد لون جميل كده من صهد الفرن، والخضار بتاعنا يستوي. وزي ما انتوا شايفين كده الصينية بتاعتنا طعمها وشكلها خطير. عايزه اقول لكم بقى ما تنسوش اللايك، واعملوا لي كده مشاركه للفيديو مع اصدقائكم، واشتركوا في القناه لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو. مع السلامه.